السلام عليكم. ان شاء الله النهارده الساعه 6 بالليل ماتش الاهلي والقطن الكاميروني في استاد السلام. ما عندكوش حجه، ما عندكوش اي حاجه تضيعوا بيها الماتش. اظن ان انتوا مريحين بقالكم كام يوم اهو والدنيا تمام. وارجوكم بلاش تخلوا الجمهور اللي مش فاهم كوره، دي نقطه عايز اقف عندها، ان التشجيع الكوره عموما اليومين دول بقى شباب صغير مش فاهم كوره. عندكم بطولات، عندكم رصيد بطولات، بس ما ينفعش اي بطوله تطلع من تحت ايد النادي الاهلي. انت نادي الاهلي سيد افريقيا، كل الناس عارفه ان الاهلي سيد افريقيا. ما ينفعش تخلوا منظرنا كده. معلش، انتوا بتاخدوا ملايين. ايام جيل ابو تريكه كانوا بياخدوا ملاليم وبيمشوا على الحيطه. مالكم؟ انتوا بتاخدوا ملايين. القيمه التسويقيه للنادي 289 مليون يورو تقريبا، ولا 283 مليون يورو. فانتوا بتاخدوا فلوس كويسه جدا، احسن من نادي صن داونز اللي هو اخر نادي لعبته في افريقيا اهو. فرق بينه وبينك فوق ال 100 مليون يورو. ولسه جاي لكم مدرب جديد والدنيا تمام معاكم وفي لعيبه تدعيمات جات لكم. فازاي انت فريق بحجم النادي الاهلي تاثر في حق النادي الاهلي اللي اداك فلوس ما كنتش تحلم بيها، خلاك خدت بطولات ما كنتش تحلم بيها؟ ارجوكوا بقى العبوا للنادي الاهلي وبطلوا تلعبوا للفلوس. اللي شايف ان هو عايز يلعب للفلوس يتكل على الله، الباب يفوت جمل. العبوا بروح، العبوا بروح علي معلول. قسما بالله اللعيبه اللي هتلعب بروح علي معلول هنوصل افريقيا وهنوصل للدور النهائي كمان. عيب عليكم. مش انتوا اللي واخدين اتنين افريقيا ورا بعض ودايسين على وش افريقيا؟ مش انتوا اللي رحتوا كاس العالم 3 4 مرات واخد تالت عالم، ومره اخر حاجه خالص واخد الرابع؟ يعني اللي هو ايه، برضه في الاخر انت رابع العالم. فعيب لما فرق تعبانه زي دي تكسفنا وتحرجنا، تحرج النادي الاهلي. النادي الاهلي، انت عارف معنى الكلمه ايه يا جدع؟ انا بقولها وانا خايف. كلمه النادي الاهلي دي ليها رهبه تخوف. تخيل بقى انت بتلعب باسم الكلمه دي يا راجل. ده الواحد كمشجع اهلاوي بيخاف يقول كلمه غلط في تاريخ او بطولات النادي الاهلي لا يسيء لنادي الاهلي. بخاف اقول كلمه غلط او معلومه غلط لا يسيء للنادي ده، عشان الكلمه كبيره جدا وحجمها كبير قوي. العبوا للاهلي، ما تلعبوش للفلوس. واخر كلامي، ربنا معاكم النهارده. موت على الكوره، افريقيا للكبار والباقي اسطوره. اهلاوي انا والفخر ليا. السلام عليكم.